هنتكلم عن الجرافيك ديزاين، بس قبل ما نبدأ خلّيني أعرّفكم بنفسي. للي ما يعرفنيش يعني أنا ساندي ناجي، graphic designer. أنا اتخرّجت من كلية فنون جميلة قسم جرافيك، وبقى لي أكتر من 3 سنين شغّالة في المجال ده. اشتغلت في السوشيال ميديا واشتغلت في الbranding والadvertising. اشتغلت في الvideo editing. فإن شاء الله يعني النهارده نستفيد مع بعض بأكتر قدر من الاستفادة. إحنا النهارده هنخرج، يعني الهدف من الsession دي النهارده إحنا هنعرف كده يعني نبذة كده عن الgraphic design. طبعًا مش هنتعمق بزيادة لإنه الموضوع محتاج دراسة وإن أنت تعرف مجال معين هتبتدي بقى إن أنت تمسكه وتتعمق فيه أكتر. بس الهدف بتاعنا النهارده بقى إن إحنا نعرف كده يعني الموضوع بشكل عام عامل إزاي أصلًا أبدأ في المجال. إيه الخطوات اللي أنا المفروض أمشي عليها، فأنت هتبقى ماشي داخلة صح يعني. وهتعرف كمان يعني إزاي تبدأ بقى تدخل في سوق العمل، يعني خلاص ذاكرت وحضّرت وعملت كل حاجة، إزاي تدخل سوق العمل بقى بشكل احترافي. طيب، خلّيني أshare screen كده معاكم. ثانية واحدة. كده الscreen واضحة والّا إيه؟ تمام السكرين واضح. طيب تمام. بُصّوا، زي ما قُلنا إحنا هنتكلم النهارده عن الgraphic design. هنعرف كده المجال ده إيه هو ومفهومه وإزاي ندخل أصلًا المجال ده. فإحنا الموضوعات اللي إحنا هنتكلم فيها هي أول حاجة هنتكلم عن إيه هو الgraphic design، سواء بقى التعريف النظري بتاعه أو بشكل عام بقى يعني نفهمه إيه هو أصلًا. وإزاي أبدأ في المجال ده، يعني لإنه في خطوات كده المفروض نمشي بيها علشان أقدر أخُش المجال. هنتكلم كمان عن المجالات الجرافيك والبرامج المطلوبة اللي أنا محتاجة أعرفها لكل مجال منهم، لإن كلمة graphic design دي كلمة واسعة شوية، وتحتيها بقى بيندرج كذا مجال يعني. فإحنا هنعرف كل مجال فيهم، هنعرف بيعملوا إيه في المجال ده، إيه الحاجة اللي بيعملوها متميزين بيها ويشتغلوا فيها، بحيث إن أنت تبقى عارف يعني هل الموضوع ده أنت حابه أكتر إنك تكمّل فيه والّا لأ. هنعرف كمان البرامج اللي مطلوبة لكل مجال. تالت حاجة أساسيات التصميم، وطبعًا دي حاجة أنت محتاج تكون عارفها في أي مجال منهم. أي حاجة يعني أنت طالما هتخش المجال ده فأنت محتاج تعرف أساسيات التصميم، هي دي القواعد اللي هتمشي عليها في أي حاجة أنت هتنفذها أو هتعملها في شغلك. أساسيات التصميم هم كتير أوي، هم حوالي 12 حاجة، إحنا هناخد النهارده منهم 6 نتعمق فيهم أوي، وعشان بس يعني الوقت، بس يعني أأكد لكم إن أنتم يعني مجرد ما هتعرفوا ال6 دول أو ال12 دول أنتم هتبقوا يعني قادرين تنفذوا كل حاجة. طبعًا هو الموضوع هياخد منك وقت طبعًا، إنك لو أنت ما تعرفش أي حاجة عنهم فأنت هتبقى محتاج تذاكرهم كويس، الأول تحفظهم، وفي نفس الوقت مع التطبيق أنت هتلاقي نفسك خلاص يعني شربتهم يعني. مش محتاج بقى إن أنت كل تصميم هتيجي تعمله لأ أصل ده فيه مش عارفة هنعمل كذا، ده هنعمل كذا، لأ هتلاقي نفسك اتعودت خلاص يعني مع الوقت. رابع حاجة مهارات مصمم الجرافيك، والمهارات اللي بتفرقك أنت يعني عن أي حد تاني. إيه الحاجات اللي المفروض تبقى عندك بجد يعني هتديك قيمة في السوق عن أي حد تاني ما عندوش المهارات دي. آخر حاجة واللي هي المفروض بقى يعني الملخص لكل ده اللي إحنا أساسًا المفروض جايين له، إن هو إزاي أجهّز نفسي لسوق العمل، إزاي أقدر ألاقي شغل بسهولة في المجال ده، إزاي أحضّر نفسي لإني أقدر أقدّم في الشركات إزاي بشكل احترافي. طيب تعالوا نبدأ كده أول حاجة عن مفهوم تصميم الجرافيك. خلّينا نقسّم كلمة تصميم جرافيك دي لكلمتين، يعني بديهيًا هنقسّمها لكلمة تصميم وكلمة جرافيك. خلّينا نبدأ بكلمة جرافيك. كلمة جرافيك دي هو بيقصد بيها إنه دي أي حاجة مرئية تقدر أنت تشوفها بعينك، يعني صور، كلمات، أشكال معيّنة، زي مثلًا الأشكال اللي إحنا شايفينها في الpresentation ده مثلًا. دي عناصر إحنا مستخدمينها في التصميم. الكتلة والفراغ، العناصر بشكل عام، الألوان، كل دي جرافيك، تمام؟ هو كل ده بيندرج تحت كلمة جرافيك. طيب كلمة تصميم هي بقى إيه؟ هي ترتيب أو تنظيم الحاجات دي، يعني أنت عندك مساحة عمل دلوقتي هتبتدي تعمل تصميم بالعناصر بتاعة الجرافيك دي. طيب هنعمل التصميم كده وخلاص والّا في قواعد هنمشي عليها زي ما اتفقنا؟ في حاجات هنمشي عليها، شوية مبادئ وشوية أساسيات، يعني زي التباين، التوازن، التكرار، يعني الحاجات دي كلها هنتكلم عنها قدّام شوية.
فإحنا كده نقدر يعني من اللي إحنا قُلناه ده نقدر ندّي بقى تعريف كده لكلمة تصميم جرافيك أو الgraphic design. هو يعني عمل فني ابتكاري، لإنه يعني هو عمل فني، حاجة إحنا طالما أي حاجة إحنا بنشوفها بعينينا ومحتاجين إن عينينا تكون مرتاحة ليها، فهي حاجة عمل فني. وده كمان اللي بيأكد كلامي إنه في الكليات الفنية بيبقى دايمًا في كده إيه قسم graphic، فعشان كده هو حاجة فنية. بنستخدم فيه المصمم يعني بيستخدم فيه عناصر التصميم اللي إحنا اتفقنا عليها، اللي هي الخط واللون والحاجات دي والأشكال، عن طريق أُسس التصميم عشان ننتج عمل فني العين تقبله وتبقى مرتاحة ليه ويبقى ليه هدف واضح ويوصل سهل للشخص اللي بيشوف التصميم ده. طبعًا مش ده بس التعريف تصميم الجرافيك، هو ده تعريف من ضمن تعريفات كتير، بس كل التعريفات يعني هتلاقوها كلها ماشية في نفس الاتجاه، بتأكد نفس الحاجة. يعني مثلًا في تعريف هو عملية تطبيق مبادئ التصميم اللي هي أُسس التصميم برضه على عناصر الجرافيك، فبرضه هي نفس الفكرة بس الألفاظ مختلفة. مثلًا فن جمع النصوص والصور ضمن مساحة عمل معينة. مساحة العمل دي اللي هي ممكن تكون إيه بقى أي بقى تصميم، إعلان، بروشور، مجلة، كتاب، غلاف كتاب، الجرايد، الbusiness card، اللوجو، كل الحاجات دي. طيب إحنا الجرافيك ده إحنا بنشوفه في كل حاجة حوالينا تقريبًا، أي حاجة في حياتنا هتشوفوها حواليكم، الموبايل اللي إحنا ماسكينه ده ليه تصميم معين، الapplication اللي جوه الموبايل ليه تصميم معين، اليوفط اللي في الشوارع، الإعلانات، العربيات، يعني في عربية تصميمها مختلف عن عربية تانية. ممكن التصميم يكون ليه شكل يعني وظيفي أو شكل جمالي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عارفين إزازة الكاتشب اللي هي كان في الإزازة القديمة اللي هي الإزاز اللي هي بنقلبها كده ونقعد نخبط عليها علشان تنزل منها الصوص، فدي إزازة ليها تصميم معين بشكل معين. طيب الشكل الجديد منها بقى يعني التصميم بتاعها ليه شكل، بس شكل وظيفي، بتعمل الوظيفة بتاعتها، اللي هو البلاستيك. عارفينها اللي هي الإزازة البلاستيك اللي هي بنقلبها على ضهرها نوقفها كده على الغطا بتاعها، وبتبقى بلاستيك علشان وقت ما نفتحها نضغط عليها تقوم منزلة الصوص بتاعها يعني بسهولة. فهي كده إيه تصميم بقى ليه وظيفة كمان، فده يبقى أحسن. طيب يبقى إحنا اتفقنا كده إن الجرافيك بنشوفه في كل حاجة حوالينا، مش بس يعني الجرافيك مش منحصر بس في إن أنا أصمم لوجو والّا أصمم إعلان سوشيال ميديا والّا كده، لأ، زي ما قُلت لكم هو موجود حوالينا في كل حاجة. طيب إزاي بقى أنا أدخل المجال ده؟ بُصّوا، محتاجين نعرف أو نبقى عارفين 4 حاجات، أساسيات وأدوات وتطبيق وتغذية بصرية. الأساسيات إحنا خلاص اتكلمنا عنها اللي هي القواعد بتاعتنا، هنعرفها دلوقتي كمان شوية. ويمكن الأساسيات أو قواعد التصميم دي هي الحاجة اللي بتفرّق خريجي كلية فنية عن اللي مش خريجي كلية فنية. يعني في الكليات الفنية بنبقى خلاص إحنا يعني الأساسيات دي شربناها يعني بمعنى أصح، بنبقى طبّقناها كمان في كل حاجة في التطبيقات بتاعتنا في أثناء الدراسة. بس هل ده معناه إن لو أنا مش في كلية فنية أو مش خريج كلية فنية إن أنا خلاص كده مش هينفع أدخل المجال ده؟ لأ. زي ما قُلت لكم أي حاجة بالتمرين وإن أنا أتعلّمها وأحُط فيها شوية مجهود وشوية مذاكرة مهمة، هاقدر يعني أخُش فيها بسهولة. يعني المصممين الجرافيك ماليين الدنيا، مش شرط خالص يكونوا من خريجين الكلية الفنية. بالعكس ده في كمان ناس بتكون خريجة كليات تانية غير الكليات الفنية، فنون جميلة، تربية فنية أو كده، أو تربية أو كلية فنون تطبيقية، لكن بيكونوا أحسن من الأشخاص اللي هم بيكونوا خريجين الكليات الفنية بس مش بيشتغلوا على نفسهم، مش بيذاكروا. تمام، فأحب أطمنكم يعني من ناحية النقطة دي. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة لازم أكون عارفها عشان أبدأ المجال ده، هو الأدوات بقى اللي أنا هاستخدمها عشان أطبّق بقى الإيه، يعني الأساسيات والمعلومات اللي أنا عرفتها مش بس كلام نظري، لأ أنا محتاجة بقى أدوات تساعدني أطبّق الحاجات دي. الأدوات دي اللي هي إيه، ببساطة إن أنا يبقى معايا مثلًا لابتوب عليه مثلًا البرامج اللي هو زي أشهر حاجة طبعًا فوتوشوب، أو برامج تانية حسب المجال بقى اللي أنا حابة إن أنا أكمّل فيه. هو ده مفهوم الأدوات. ممكن من ضمن الأدوات دي كمان يكون الsketch، يعني في ناس بتحب قبل ما تبدأ أي تصميم وأنا منهم يعني، باحب إن أنا أعمل sketch الأول على الورقة والقلم، يعني ده بالنسبة لي بيبقى أسهل. باحدد كده الفكرة، الأماكن الحاجات هتبقى فين، كل حاجة فين،
قبل ما ابتدي انفذ على البرنامج. فده بالنسبه للادوات. تالت حاجه التطبيق. يعني مش بس كفايه اني ابقى عارفه اساسيات ويبقى معايا الادوات اللي انا هعمل بيها التصميم، لا، انا محتاجه اطبق. يعني انا محتاجه اطبق ومحتاجه في التطبيق ده يعني ابقى في الاول طبعا هتمر بمرحله كده ان انت بتقلد شغل ناس قبلك، ده طبيعي. وهيبقى بالنسبه لك اول تصميم انت هتعمله طبعا 100% مش هيبقى زي عاشر تصميم، مش هيبقى زي التصميم رقم 100 ليك. هتلاقي نفسك بتتطور في حاجات. طيب انا ما عنديش افكار، اعمل ايه؟ في البدايه بننصح انك تقلد شغل ناس اشتغلت قبلك. فانت لما تقلد الشغل ده هتتعلم. اول حاجه تتعلم انك تطلع فكره، تمام. تاني حاجه هتتعلم انك تطبق الادوات بشكل صح، توظفها يعني على اساس الفكره اللي انت عايز تعملها. فالتطبيق مهم، وان هو لازم يكون تطبيق كتير، يعني هو تطبيق عملي كتير مش تطبيق وخلاص. بعد ما هتعدي بقى مرحله التقليد دي، هيجي عليك مرحله خلاص ان انت قادر تبتكر افكار انت اللي تبتكرها بنفسك، يعني مش هتبقى محتاج ان انت تقلد شغل حد. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم ان الشغل اللي انتوا بتقلدوه ده، انت بتقلد حاجه مثلا تصميم عجبك شفته هتقلده، تقلده وترميه في الزباله. يعني ما تقلدوش وتحطه في شغلك كأن انت اللي عامل الشغل ده، لا. انت الهدف الاساسي من ان انت تقلد هو انك تتعلم بس، مش اكتر من كده. رابع حاجه بقى والاخيره والمهمه واللي هتستمر معاك مش بس عشان تدخل المجال، لا، عشان تكمل في المجال لازم تعملها، هو التغذيه البصريه. يعني ايه تغذيه بصريه؟ التغذيه البصريه دي هو ان انت ببساطه بتغذي عينك، يعني بتتفرج كتير قوي. تتفرج كتير على ايه؟ على تصميمات، سواء بقى في المجال اللي انت هتكمل فيه او في مجالات تانية، يعني لان كله مرتبط ببعض. فانت محتاج طول الوقت انك تتفرج كتير قوي على تصميمات، تشوف مثلا. يعني التغذيه البصريه طبعا ليها طريقه معينه عشان يعني تستفيد منها اقصى استفاده. يعني محتاج تعملها بطريقه معينه. انا يعني لو انتم ما تعرفوش، انا عندي تشانل على اليوتيوب بتكلم فيها عن مواضيع زي كده. فكان من ضمن الحاجات المواضيع اللي اتكلمت فيها التغذيه البصريه، ازاي تعملها صح بطريقه صح هتستفيد منها. فانت عشان تعمل تغذيه بصريه، مثلا انت بتخش مثلا على موقع زي مواقع اللي انا هقول لكم عليها دي، تخش تعمل سيرش مثلا وتكتب تصميمات عن اي حاجه بقى. انت مثلا تعمل تصميم لمطعم، فتدخل تكتب مثلا برجر ادز مثلا او كرييتيف ادز. فتدخل بقى تتفرج على التصميمات معموله ازاي، تشوف مثلا تصميم لفت نظرك، فتقعد تسال نفسك كده اسئله وانت بتشوف، يعني هو التصميم ده عجبك ليه؟ هل مثلا الخلفيه حلوه؟ هل الاضاءه فيه حلوه؟ هل الالوان شدتك؟ هل هو محقق الاساسيات بتاعه التصميم بشكل حلو؟ هل هو مباشر فالفكره مباشره مش معقده؟ فانت تسال نفسك الاسئله دي كده وانت بتتفرج. طيب المواقع اللي انت تعمل من عليها التغذيه البصريه هو موقع بنترست، ده من اشهر المواقع. موقع بيهانس، وموقع طبعا جوجل. يعني جوجل برضو اللي هو من جوجل ايمجز، يعني برضو ممكن تدخل في بعض الحاجات. بس طبعا جوجل يعني بيبقى احسن انك تسيرش بالانجلش اكتر من انت تسيرش بالعربي، هيجيب لك نتائج احسن في البحث. طيب يبقى احنا علشان ندخل المجال ده محتاجين هما بالترتيب، انت هتبقى محتاجهم كده بالترتيب ده. اولا الاساسيات، مذاكره بقى كتير كده نظري شويه. بعدين ادوات، ماشي. وبعدين او ممكن الادوات والاساسيات يمشوا مع بعض مفيش مشكله. وبعدين تطبيق كتير. وبعدين التغذيه البصريه. التغذيه البصريه دي زي ما قلت هي مكمله معاك لحد طول ما انت شغال في المجال ده. انت محتاج تبقى تعمل تغذيه بصريه. يعني انا يعني لازم اي مصمم قبل مش بس قبل ما يبدا يعمل تصميم جديد، على طول في الوقت الفاضي كده المفروض انك في وقتك الفاضي تدخل تتفرج تعمل تغذيه بصريه. ليه؟ لانه التغذيه البصريه دي انت كانك فعلا بتخزن، انت بتشوف الحاجه بتتخزن جوه دماغك، هتستدعيها بقى تاني لما تكون محتاجها فعلا، لما تكون هتعمل حاجه شبه الفكره دي. فيجي لك فكره منين؟ يعني الافكار بتجيلنا منين؟ من انك انت شفت مثلا حاجه شبهها قبل كده وحابب تنفذها. فهي دي الفكره. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه عن مجالات الجرافيك. هما يعني مجالات كتيره، هما حوالي 6 أو 7 مجالات.